على الرغم من الهزيمة في المواجهتين منتخب ما عنده ما يخسر أمام منتخب بهدف يمكن أن يتعادل أو حتى ينهزم قادر يتأهل، لأنه حتى خسارة بلجيكا أمام كرواتيا يمكن أن تؤهل منتخب المغرب. ولكن لا تفكر في خسارة بلجيكا، فكر في فوز بلجيكا، وتكون عنده كرواتيا يكون عنده زايد 2 والمنتخب المغربي راح يكون زايد 1 أو ناقص، لا أعلم كم يكون. اليوم أنا ان شاء الله لو لا على بالي النقاط على فريق الاهداف، لانه لو تخسر المغرب المباراه هذه راح تبقى ب4 نقاط، وكرواتيا لو تخسر بهدف فقط امام بلجيكا هي اللي راح تكون في المرتبه الثانيه وبلجيكا في المرتبه الاولى بفارق الاهداف. هذا رايته قبل ان ندخل، لكن فيه مشكله كبيره جدا. انت ملم كثيرا. نعم ملم مؤمن. لا كيف يعني؟ ملم يعني تطالع بشكل اكبر. احنا لازم نطالعوا كذا. رايح برك لكل واحد كيفاش يشوف. اثق فيك طبعا. شكرا حكيم، بارك الله فيك. نظن ان المنتخب المغربي عنده فرصه كبيره، ما هي كل فرصته وكل اوراق في يديه، المباراه التاهل في يده، وضعيه مريحه. الركراكي يفكر، الركراكي اليوم يتحدث مع اللعيبه على لديكم نقطه، يقول لهم اليوم نلعب بدون اداء، اريد التاهل، لان الكثير والعديد من المرات الركراكي يتلاسن مع الصحفيين في المغرب كما كان في الوداد، يتحدثون على الاداء حتى صرعوه بالاداء. وليد الركراكي لي انتيليجون، طريز انتيليجون، ما دخلش في اللعب تاع الصحافه وعرف كيفاش. يلا اعطيني وليد الركراكي. مادام يتحدث على وليد الركراكي اللي يقول على انه سيدخل هذه المواجهه مواجهه كندا بنيه الفوز، لانه رغم انه التعادل يكفيه، ولكن لانه قال لك حتى نتجنب وقوع الفخ في الحسابات، ويعطيني تصريح هذا بالنسبه لوليد الركراكي، ثم نتحدث عن الاصابات. تفضل. لا احنا غنديروا لو ميم بلان اللي كنديروا ديما، كندخلوا ديما باش نربحوا، وغنديروا غلط كبير ولا دخلنا باش ما نخسروش. هما بحال اللي قلتي باغيين يدخلوا في ليستوار ديالهم. بالنسبه لي سي اون دي ميور زيكيب، بوكو دانتونسيتي، بوكو دو جون جوار. حنا اللي كيهمنا مور هذا الماتش هي نكونوا في الدور الثاني، سي سكي امبورطون. مي يكور بوكو دانتونسيتي. Une équipe qui est libérée, ما خسرا والو، encore plus maintenant. À nous d'être très intelligents باش نجريو هذا الماتش، باش ندوزو. هذا الشيء اللي كيأمني. من بعد ولا بدينا كنفكروا بزاف في لو ريزولتا اللي خصنا، on va faire une grosse erreur. Mais on a اللي كنا بغينا حنا هو تكون عندنا كل شيء في يدينا. هذيك لي كالكول ديال خصنا نربحوا من بعد نستناو يا اخرين ولا خسروا ولا، دابا ما عندناش فين نتبعوا، عندنا الرباح والتعادل ديالنا. احسن رد بالنسبه. تفضل زين. على الركراكي، لا احسن رد بالنسبه للركراكي، احسن ما قال. لماذا؟ لانه يعلم جيدا لما تلعب لتفادي الهزيمه اكيد راح تنهزم. زين تفضل. مواجهه مهمه جدا بالنسبه للمنتخب المغربي، سيدخل التاريخ. نعم، خاصه بلجيكا كرواتيا ستكون مباراه مهمه، لان بلجيكا اليوم يعني خسرت المباراه الثانيه وتعادلت في المباراه الاولى. وما تنساش كرواتيا حكيم يعني كي فيس شامبيون دي موند، ستكون مباراه قويه جدا. واليوم يعني هذه المجموعه واحد ما كان ينتظر هذا السيناريو، يعني سيناريو غير منتظر في مجموعه اين الكثير بالك يزون ميزي على منتخبات، واليوم خرج حساب اخر. الرهان الاخير لمنتخب بلجيكا وكرواتيا، رغم انك كنت اتحدث عن المنتخب المغربي، معليش رحت للمواجهه الثانيه. نعم، الفرصه الاخيره بالنسبه لكرواتيا وبلجيكا، لانه بلجيكا بثلاث نقاط خلاص. كرواتيا تعادل وحتى الخساره قلت لك باقل عدد، يعني بهدف مقابل 0 أو 2 عنده زائد 3. بارك الله فيك. أهمية تسجيل الأهداف. طبعا اسبانيا. تفضل. اليوم في قريت بعض تصريحات اللعيبه المغاربه قبل المباراه، داري تقراهم. نقرا كل شيء، نسيت نقرا لهم. المنتخب المغربي نشجعوه لانه منتخب جار قبل كل شيء، ولكن احنا نهضروا كره قدم والناس برك تحب تاول ودير سيناريوهات وفيديوهات للاسف تخرج من عندنا من هنا كالعاده. يعطوا لهم. لا، ما عندنا حتى مشكله مع الشعب المغربي. لا خويا، ان شاء الله يتكلم فيها. المشكله هو انهم في امور اخرى. احنا كي قلنا المغرب ساعه في خطه الجزائر، ليس عيب بتعيين مدرب محلي ومدرب يعرف العقليه اللاعب. نحن لما نتكلم إن نخطئ في لغتنا هذا جميل. ليس عيب، لا مشكلة في ذلك. يجب أن يغيروا فقط سياستهم تجاه كثير من الأمور. رياضيا نحن نشجع المنتخب المغربي رياضيا. أنت لما تتكلم على خيبة، أنا أعطي لي فريق عربي كان عنده هدف في هذا كأس العالم. هل رأيت أنت منتخب
ولا يعني مدرب ان سيليكسيونور قال لك مثلا انا رايح للمونديال بهدف يعني نروح حتى الربع النهائي حتى النصف النهائي، لان عندك البرنامج وتعرف التعداد وتعرف الفرق وتعرف تقريبا يعني الفرق اللي راح تلاقى معاهم. احنا يعني كأن العرب ولا الافريقيين يتكلموا الا الدور الثاني والدور الثاني ومن بعد واش كاين مور الدور يعني تولي تلعب مباراه. شوف عندك الفرق الكبيره عندها يعني نقدر نقول لك جل يعني ما كاين مفاجآت، ولكن جل المدربين على بالهم قيمه التعداد، على بالهم يعني حتى لوين يقدروا يتمشوا بالمجموعه هذه. اولا ثانيا عندنا سكون ابل بالفرنسيه ليكسي تزال، ربحوا الارجنتين خلاص يوم مدفوع وهذه جورني شوم يتسمى دوك يخسروا لازم واش يديروا رومبورسي ويخدموا بالجمعه. لازم نحيو كما تكلمت على هذه الشعبويه. لازم كاين كثير من الاشياء، لازم عمل، لازم هناك يعني باش تحط اهداف تسطرها، ماشي غير تمشي للدور الثاني. انا تمنيت لو كان يعني المستوى تاع هذه الفرق يعني جيد، لما لا يعني يمشيوا اكثر من ذلك الربع نصف النهائي. هنا نقول لك نعم هذه الفرق عندها مستوى، هذه الفرق يعني مثلتنا احسن تمثيل وشرفت يعني هذه البلدان، هذا هو التمثيل. ولكن انت باش تمشي باش اليوم نعطيك رقم، تونس 6 مرات مشاو الى كؤوس العالم، اليوم الفوز الثالث في تاريخهم. باش تشوف عدلوا الجزائر والمغرب، حتى اليوم باش ربحوا لي المره الثالثه يعني ولو مره مشاو الى الدور الثاني. ولذلك نقول لك يعني لازم تغيير يعني جذري. اليوم العمل ماشي غير باش تمشي للمونديال، لان تمشي للمونديال احنا ولا لنا انجاز، لا انا ليا ماهوش انجاز باش زين. حسين شو مع بلادهم احنا 2000 مره على بلادنا. جميل. اسبانيا اليابان، اسبانيا بتاريخ مثقل واليابان بطموح. اسبانيا في هذه المباراة تبحث على الاقل لتحقيق نتيجة ايجابية. عندي تصريحات فؤاد مع في الصور بالنسبة لإسبانيا هذه الحصة التدريبية لليابان. اليابان تريد الطموح، اليابان رغم أنه فاجأت في المواجهة الأخيرة ولكن تبحث عن التأهل، صح؟ خسرت مع كوستاريكا، الواحد ما كان يعني ينتظرها. أنا يعني مفاجئ. عندي تصريح لويس انريكي، أعطيني تصريح لويس انريكي. علينا أن نحمي صحة وسلامة كل اللاعبين، وبالتالي علينا أن نحاول الفوز غدا. ninguna intención de especular y queremos ganar nuestro partido para poder quedar primeros. نعم نحن يعني نتصدر المجموعة، ولكن علينا ألا نجازف وعلينا أن نكسب غدا. تصدر المجموعة حسين آشو لا يعني بأن إسبانيا قد تتراخى، ممكن؟ لا أبدا، إسبانيا من المرشحين، ونعرف أن في كل مباريات إسبانيا هي تشد الكرة، تحكم الكرة يعني 70% أو 75 أو 60% على الأقل.